حامد حمدان اللي للمره المليون بيعلن تمسكه بنادي الزمالك باخر ستوري ليه بتيشيرت ابيض بخطين حمر. الراجل خلاص مش عارف يعمل معاهم ايه تاني، يعني انا اعمل معاكم ايه تاني عشان اعرفكم اللي انا عايز العب في النادي الزمالك، عايز ابقى موجود هناك. فده اللي بيخليني ارجع اقول لك انا بالنسبه لي الصفقه دي مهمه جدا 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 جدا. لما لاعب بتلاقي عرض عليه يلعب في قطر برقم اكتر من اللي النادي اللي بياخده او نادي الزمالك عرضه، ويقول لك لا انا عايز ابقى في الزمالك. لما يقولوا له يا ابني طب هنقعد ونمضيك وتاخد وبتاع، انا عايز اروح الزمالك. لما يبقى هو واهله وبلده غزه كلها عايزه حامد حمدان يلبس تيشيرت الزمالك، انت واقف في وشه ليه يعني؟ الموضوع بيبقى بالنسبه لي غريب. انا عايز يا خلاص سيبه، ادام لاعب بيقول لك بكل الطرق انا عايز امشي، وانت ليه التمسك الغريب ده؟ انت مش هتاخد دوري ابطال اوروبا يعني فاهم، ولا دوري ابطال افريقيا، ولا هتاخد حاجه. بل بالعكس انت هتستفيد من اللاعب اللي هيديك فلوس وبتاع، وتقدر تجيب بيه صفقه تانية، خصوصا ان رغبه اللاعب بتقول لك انا عايز اروح الزمالك. الواد خلاص تحس ان هو جاب اخره. عشان كده بتمنى من اداره نادي الزمالك ومن جون ادوارد يفضلوا متمسكين لاخر لحظه بصفقه حامد حمدان. انا بحب اللعيبه اللي هي انا عايز النادي، انا عايز البس التيشيرت ده، انا زملكاوي. يعني ببقى عارف ان انا هاخد من اللاعب ده 200 300%. نفس اللي حصل مع طارق حامد لما كان موجود وتنازل في سموحه عن فلوسه، وتنازل عشان يلبس تيشيرت الزمالك. انا راجل زملكاوي، عايز البس التيشيرت ده ايا كان هاخد كام، هعمل ايه، هروح فين، المهم في الاخر ابقى لابس تيشيرت الزمالك. فاتمنى زي ما بقول لك اداره الزمالك تحارب على الصفقه دي زي ما الراجل بيحارب عشان يبقى موجود في نادي الزمالك. فربنا يكرم ان شاء الله وتتم الصفقه على خير. لو اول مره تشوف، متنساش تعملي فولو، قول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم.